تم إذلال ريال مدريد من تشابي ألونسو وليس من أتلتيكو مدريد. نقاط مهمة عن ريال مدريد وتقييم لاعبين ريال مدريد بعد الفضيحة أمام أتلتيكو مدريد. اليوم تشابي ألونسو عمل أكثر من غلط قبل المباراة وأثناء المباراة. عدم البدء بسيبايوس للسيطرة على وسط الملعب، لأنه أنت كمدرب أفكارك هي بوسط الملعب وليس الدفاع أو الهجوم. أتلتيكو مدريد اليوم من أفضل المباريات التكتيكية اللي لعبها. الأخطاء العشوائية من أغلب لاعبين ريال مدريد. كاريراس دفاعيا كان شوارع، هجوميا أغلب القرارات غلط. هاوسن تمركز غلط بأغلب الحالات، وهدف أتلتيكو مدريد الثاني يوضح هذا الشيء. أردا جولر ضربة جزاء غبية، فرصة غير محققة إلى ضربة جزاء. كامافينجا كالعادة الاحتفاظ بالكرة بشكل جدا سلبي. خوليان الفاريز مهاجم من الأفضل بالعالم، لعب مباراة تكتيكية جدا ممتازة سواء ببناء اللعب أو حتى الصناعة وحتى التسجيل. تبديلات سيميوني كانت أفضل من ألونسو، لأنه أغلب تبديلات ألونسو كانت عشوائية بشكل جدا غريب. ريال مدريد آخر ربع ساعة من المباراة لعب بخمس مهاجمين ولا لاعب كان بمركزه الأساسي. فالفيردي مع ألونسو سيء، أخطاء وعدم تغطية المساحات. المظلوم الوحيد بريال مدريد هو كيليان مبابي، تحركات، تسجيل، صناعة، خلق فرص. تقييم لاعبين ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بعد الفضيحة 5-2. كورتوا 3 من 10، استقبل 5 أهداف، ركلة جزاء كان ممكن يصدها. كارفخال 2 من 10، سيء كالعادة من بعد الإصابة. كاريراس 2 من 10، سيء، تمركز وقرارات غبية اليوم. هاوسن 3 من 10، تمركز بالهدف الثاني جدا غبي وبأغلب الحالات غريب بالبرود. ميليتاو 4 من 10، قدم شوط أول جدا متوسط. فالفيردي 1 من 10، تسبب بهدف، تمركز غلط بأغلب الحالات، عدم تغطية المساحات وارتكاب أخطاء. تشاوميني 4 من 10، سيء لأن ثلاثي وسط ريال مدريد كان سيء اليوم. جود بيلينغهام 5 من 10، ما بعرف مركز اللاعب بريال مدريد شو هو وشو الهدف من مركز اللاعب. أردا جولير 7 من 10، قدم مباراة ممتازة لولا ضربة الجزاء. فينيسيوس 4 من 10، هدفه الوحيد المشاكل بالملعب. كيليان مبابي 8 من 10، اللاعب المظلوم، سجل هدف وحاول في أكثر من مرة. جميع البدلاء في ريال مدريد لم تقدم الإضافة اليوم. برأيك مين أفضل لاعب بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟ اكتب لي رأيك في التعليقات.